السلام عليكم. آخر أخبار المنتخب العراقي. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكوا كل جديد وحصري منا والضغط على زر اللايك لدعمي. زيزو يتقدم بطلب رسمي إلى إدارة مان يونايتد من أجل الموافقة على سفره إلى البصرة والمشاركة في بطولة كأس الخليج. زيدان إقبال: أتمنى التواجد مع المنتخب الوطني في بطولة الخليج، لكنها ليست ضمن أيام الفيفا، ويجب أن أسأل النادي وأحصل على موافقتهم لكي أتمكن من الحضور. عاجل. مدرب منتخبنا الوطني وكادره الإسباني يعملون حتى في أيام إجازاتهم من أجل اختيار التشكيلة النهائية للمنتخب في بطولة الخليج. تم تأكيد لنا الاتحاد الإسباني سيختص بتطوير دوري المحترفين العراقي السنة المقبلة عبر رابطة الدوري الإسباني. الاتحاد القطري سيختص بتطوير المنشآت الطبية الرياضية وتوفير الأجهزة الإلكترونية الرياضية المتطورة والحديثة. رجال يسعى إلى توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الياباني، أحد أفضل الاتحادات بمجال تطوير كرة القدم. خطة الاتحاد العراقي لكرة القدم 2023. عاجل. بداية الحملة الإعلانية لبطولة خليجي 25 في شوارع البصرة. عاجل. مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس يحتفل بتتويج الأرجنتين بصورة له مع ميسي. عاجل. جميع المنتخبات التي توقع فوزها يونس محمود في هذا المونديال خسرت. عاجل. الجهازان الفني والإداري لمنتخب الشباب يشكران وزارة التعليم. وجه الجهازان الفني والإداري لمنتخب الشباب بقيادة عماد محمد والمدير الإداري نديم كريم شكرهما إلى وزارة التعليم برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور نعيم العبودي ووكيل وزير التعليم الدكتور علي حميد ورئيس جامعة بغداد الدكتور منير حميد وإدارة نادي الطلبة بعد مساهمتهم في حل الإشكال الذي حصل قبل عدة أيام بين إدارة منتخب الشباب وإدارة جامعة بغداد. جاء ذلك بعد لقاء وزير التعليم العالي الدكتور نعيم العبودي اليوم الأحد في مقر الوزارة المدير الإداري لمنتخب الشباب نديم كريم، وقد قام كريم بشرح الإشكال الذي حصل كما من وجهة نظر الجهاز الفني إلى الوزير بخصوص تدريبات المنتخب. وأكد وزير التعليم العبودي إن منتخب الشباب وبقية المنتخبات العراقية تحظى بمتابعة ودعم الحكومة العراقية، وكذلك الدعم الذي تقدمه وزارة التعليم للجانب الرياضي لما له من أهمية مجتمعية كبيرة. وبين العبودي ضرورة تذليل جميع الصعوبات وتقديم الدعم لمنتخب الشباب في المرحلة المقبلة لتمثيل العراق خير تمثيل في الاستحقاق لآسيوي المرتقب، متمنيا للجهازين الفني والإداري واللاعبين نجاح وتحقيق نتيجة تفرح الشعب العراقي. من جانبه استجابت رئاسة جامعة بغداد مشكورة إلى توجيهات الوزير الدكتور نعيم العبودي ومطالبات الجهازين الفني والإداري بإعادة تدريبات منتخب الشباب إلى ملعب الجامعة في الأيام المقبلة. من جهتهما ثمن الجهازان الفني والإداري لمنتخب الشباب هذه الخطوة، واصفين إياها بالإيجابية والداعمة لهذا المنتخب الذي يمثل كل العراق والذي تنتظره مشاركة مهمة في نهائيات كأس آسيا في آذار 2023 المؤهلة إلى كأس العالم. عاجل. اتحاد الكرة يجتمع لمناقشة آخر استعدادات تنظيم خليجي 25. اجتمعت اليوم الأحد اللجنة التنظيمية لخليجي 25 برئاسة مدير البطولة النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار ونائب رئيس اللجنة محمد ناصر وأعضاء الاتحاد غانم عريبي وكوفند عبد الخالق وأحمد الموسوي ورحيم لفتت وخلف جلال، والمدير التنفيذي للبطولة الأمين العام للاتحاد محمد فرحان، وعبر المنصة الإلكترونية مدير تنمية الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة. طالب الموسوي فضلا عن مدير ملعبي البصرة والميناء ومعاون مدير العلاقات في الوزارة فاضل ثامر
وتناول الاجتماع مناقشة آخر الاستعدادات في تنظيم خليجي 25 في البصرة التي تنطلق في 6 من يناير 2023 وكذلك عمل اللجان في البطولة. وفي بداية الاجتماع تحدث النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار قائلاً: نعمل بجد من أجل أن تكون البطولة ناجحة ومنظمة بكل المقاييس وتليق باسم العراق الذي سبق له أن نظم البطولة عام 1979 في بغداد. وأضاف: نرحب بالأشقاء في بصر الخير والكرم، وبطولة الخليج لها ميزة تختلف عن أي بطولة أخرى، ونتطلع بثقة للنجاح وإظهارها بالمظهر اللائق والحسن، وثقتنا عالية بملاكاتنا. بينما أوضح المدير التنفيذي للبطولة محمد فرحان: علينا العمل بطريقة مختلفة مع التنسيق العالي بين جميع اللجان العاملة في البطولة، وذلك بتهيئة كل مستلزمات النجاح لمفاصل البطولة من الإقامة والضيافة والملاعب والاستقبال وحضور الجمهور من جهته. قال رئيس اللجنة الإعلامية لخليج 25 أحمد الموسوي: نعمل لأن تكون البطولة ناجحة إعلاميا من خلال التعاون والتكاتف بين الأطراف كافة. من جانبه أشار نائب رئيس اللجنة التنظيمية محمد ناصر إلى إن بطولة الخليج مهمة ولها تاريخ حافل ووقع مؤثر، وعلينا تسخير أقصى الجهود، وعلينا أيضا الاهتمام بأبسط الجزئيات لإظهار البطولة بصورة رائعة ومميزة. أما عضو الاتحاد غانم عريبي فقد بين وفرنا جميع مستلزمات النجاح للبطولة من النواحي الإدارية والتنظيمية واللوجستية، وعلينا الاستفادة من إقامة بطولة الخليج لتنظيم بطولات قارية أو عربية مستقبلا. وأوضح عضو الاتحاد كوفند عبد الخالق إن التهيئة المناسبة والتفاهم بين اللجان في اتحاد الكرة ومثيلاتها في الاتحاد الخليجي من أهم ملامح نجاح البطولة. وأكد عضو الاتحاد رحيم لفتة إن ملاعب التدريب في ملعبي البصرة والميناء أصبحت بأتم الجاهزية لاحتضان تدريبات المنتخبات المشاركة في خليج 25. ونوه عضو الاتحاد خلف جلال: إننا نمتلك القدرة على النجاح الباهر بتنظيم خليجي 25 في البصرة، ولدى الجميع الرغبة والحرص على أداء المهمات بأعلى درجات الدقة. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني. وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكوا كل جديد وحصري منا، والضغط على زر اللايك لدعمي.